كنت تعرف قبل كده انك تقدر تصلي في اي اتجاه مش بس اتجاه القبلة؟ بس امتى بقى نعمل كده؟ خرجت بره البيت وبعد ما خرجت المغرب أذن، العشاء هتأذن والمغرب هتفوتني، اعمل ايه؟ لو قدرت اوقف العربية وانزل اصلي في اي مسجد وانا واقفة في اتجاه القبلة طبعا اعمل كده. طيب لو مفيش امكانية، تعالى نسمع هنعمل ايه. ان احنا نجمع في وقت المغرب بين المغرب والعشاء جمع تاخير. انا في المغرب كده اقول يا رب نويت ان انا اخر صلاه المغرب مع العشاء جمع تاخير. يجوز شوف انا خارجين اهو، خارجين لاي حاجه نتفسح يجوز. لما تكون في مواصلات او راكب عربية او حتى مسافر، بس انا خرجت قبل العصر مش هينفع اجمع بينهم بقى. هنا اقول ان انا اصلي حيثما استطعت. فانا قاعد واصلي بس قومي بقى للركوع كده وللسجود اخفض، تحرر القبله بقدر الاستطاعه. لفيت العمليه معاك فاينما تولوا فثم وجه الله. شوف الترتيب، يبقى نعملهم بالترتيب كده. احاول اصلي وانا واقفه وفي ميعادها وفي اتجاه القبل. لو مفيش امكانيه يبقى ساعتها نعمل كده. قولي في الكومنتات كنت تعرف المعلومه دي ولا لا. الواحد لما بياخد لحظه للتفكير بيحس ان قد ايه الدين بتاعنا سهل وجميل. وبس كده، ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه.